السادسة. زنا المعاشرة. تفضل. الآن ننتقل إلى زنا المعاشرة في كتاب صحيح البخاري رقم الحديث 5119 يقول: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليالي، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا. فالآن السلفي يقدر يعطي أخته للسلف الآخر بمجرد التوافق ويزني معها زنا المعاشرة لمدة 3 أيام؟ جدا يا فندم، الكلام ده حساس جدا. فين الدليل؟ المصدر فين يا فندم الكلام ده؟ الدليل في كتاب صحيح البخاري رقم الحديث 5119 عن رسول الله. ماذا يقول هذه الرواية؟ يقول: قال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأوكع عن أبي عن رسول الله: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليالي، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا. فهذه زنا المعاشرة الآن تطبق في موسم الرياض، زنا التعري، زنا الموافقة، الآن قاعد يطبقوها في موسم الرياض، والأخ السلفي جزء أخوات السلفيات الآن يطبقوها في موسم الرياض لأنها سنة البخاري وسنة نبيهم. هذه دعوة من النبي من البخاري يدعو إلى زنا المعاشرة بمجرد التوافق، بمجرد التوافق. وخلك طحها للسلفي مقدما، خاف يجينا السلف ويقول عن المتعة، فالرواية ليست عن المتعة، لأن في الرواية لا يوجد لفظ لا متعة ولا استمتاع. حتى أقطع حبل ومكر السلفية مقدما. الرواية لا يوجد بها متعة، اشرح لنا ولا يوجد بها استمتاع. يا فندم ما الفرق بين زواج المتعة وزواج المعاشرة؟ تفضل. الله يحفظك، مو زواج زنا المعاشرة أستاذ. زواج المتعة إيش بيه؟ بيه عقد، بيه مقدم، بيه حاضر، بيه غائب، هذا كله في زواج المتعة. أما زنا المعاشرة يقول: أيما رجل، أيما سلفي وسلفية توافقا، مجرد التوافق شو يسوون؟ فعشرة ما بينهما 3 ليالي. هذه بتحديد مدة 3 ليالي، المتعة ما بيها تحديد مدة 3 ليالي. تختلف هذه الرواية، تختلف، لا يوجد لفظ متعة ولا استمتاع ولا نكاح ولا زواج، بل مجرد توافق. وألف عافية وهنيئا لكم. فهذا نبي الزنا زنا المعاشرة، ونبي المومسات، وزواج المتعة زواج أحله الله ورسوله ومنعه عمر بإجراء قانوني باعتباره رئيس دولة. أخ عمر تفضل. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء قال راح نناقش الرواية هذه بجهتين عشان أبين لكم غباء هذا الجماعة. في صحيح الإمام البخاري، هذا افتح كاميرا بعد، يا سلام، قال: لا تقول إن هذا في المتعة، لا هذا مو في المتعة. زين، شوف الرواية وين موجودة. حدثنا إياس بن سلمة قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليالي. طيب، هذا يقول له هذا مو في المتعة. زين، هذا الرواية في أي باب؟ نرجع قبلها روايتين 3. باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. فخذ الحديث عني بله واشربه. طيب، أزيدك من الشعر بيت وشيء ما كنت قرأته من قبل، ما غششوك إياها وين؟ في الحوزة. أخوان، تعلمون بأن هذا الحديث معلق. طيب، إيش معنى معلق؟ نشوف في كتاب فتح الباري الحافظ بن حجر جزء 9 صفحة 345 يقول: وحديث سلمة اللي هو ابن الأكوع: أيما رجل وامرأة توافقا الحديث في المتعة معلق. معلق؟ يا سلام، والله يا ريتك يا حافظ بن حجر كنت علمت هذا الزعاطيط المساكين اللي ما يفهمون أي شيء. لكل ما يجيب رواية واحدة يجي يردها من جيب أبوه، يجيب له كلام الصدوق، ما يقرأ اسم الباب يقول باب النهي عن المتعة، يقول لك لا هذه مو في المتعة. لا والله، يعني ما أخذ الرواية من البخاري، ما يبغى يأخذ البخاري في أي باب وضع هذا الرواية. أنت والله العظيم إنسان مضحكة، الناس ضحكوا عليك وخلوك مهزلة أنت ومرجعك هذا اليوتيوبر. أخوان، اليأس الذي فيه السلفية فهو انتقل عبر الزمن، من زمن النبي وزمن البخاري متوفى سنة 256 إلى عصر ابن حجر. الفرق بين البخاري وقال معلقة
فهنا يا أخواننا الأعزاء لازم نشكر الضيف ونشكر ابن حجر، لأنه أثبت أن البخاري يروي المعلقات، أي يروي الأكاذيب. فقد أثبت الضيف القطع، أثبت أن البخاري كذاب ومخادع لما سمي كتابه بأنه صحيح. إذن في كتاب البخاري اكو معلقات واكو روايات مكذوبة وروايات خرافية وروايات غير صحيحة. إذن البخاري كذب وأثبت كذب البخاري عندما قال وسمى كتابه ايه هي الروايات الخرافية المكذوبة في البخاري؟ قول لنا. الضيف المحترم يقول رواية زنا المعاشرة رواية معلقة، ابن حجر يقول إذن رواية مكذوبة، رواية مو صحيحة. فهنا ثبت أن البخاري وأن الضيف المحترم قد أثبت أن البخاري يروي المعلقات ويروي الأكاذيب، فقد أثبت الضيف كذاب ومخادع لما سمي كتابه بأنه الصحيح، وتبين أنه ينقل الأكاذيب والمرسلات والمعلقات وثم أن المسكين تمسك بقشة تدليس البخاري حيث وضع الرواية في باب المتعة. فهل باب المتعة جاء عن النبي، أو أن النبي قال ضعوا زنا المعاشرة في باب المتعة؟ هل النبي قال ضعوا زنا المعاشرة في باب المتعة؟ في رواية كتاب البخاري أن أن النبي يسب المؤمنين، فهل يضعه في باب سب النبي للمؤمنين؟ ثم يا أخواننا الأعزاء السلفي المحترم ماذا يقول هذا السلفي المخادع؟ تمسك بقشة. شنو هاي القشة؟ تدليس البخاري حيث وضع الرواية في باب المتعة. فهل باب المتعة جاء عن النبي، أو أن النبي قال ضعوا زنا المعاشرة في باب المتعة؟ فقد كذبتم على رسول الله وكذبتم على الله يا سلفية يا حشوية يا قطيع الحجر كما وصفكم ابن عمر. وثم أنتم تقولون كل كلام مردود إلا قول صاحب هذا القبر. فشنو تراجعتوا عن هذه القاعدة الاحتيالية الشيطانية؟ ثم هو أكد على استهزائه بالقرآن واعتبره قناة MBC ماكس، وهذا متوقع لأن القرآن عندهم محرف كما قال ابن عمر ذهب منه قرآن كثير، وكما أن التحريف ثابت بالتواتر عندهم. والآن نطلب منه أن يطبق زنا المعاشرة على نسائه